حتكون مباراة صعبة لأن المنتخب الأردن مثل ما تعرفون النتائج اللي حققها حصل جميع نقاط المجموعة تقريبا. بالنسبة لنا حتكون مباراة يعني حنلعب من أجل الفوز ولو نحن بحاجة لنقطة واحدة فقط. الفريق العراقي خلال آخر مبارياته أمام الأردن خسر مرتين وتعادل مرة واحدة، هل سيكون الفوز على أيد زيكو؟ هدفنا هو الفوز أكيد يعني. الفريق العراقي أظهر مستويات جيدة في المباريات الأخيرة، في المباراة هاي أمام الأردن هل تعتمدون نفس التشكيل نفس التكتيك أم هناك تغييرات؟ يعني فريقنا مثل ما حضرتك بآخر مباريات لعب بطريقة جيدة، في هذا السبب نحن نستعمل نفس التشكيلة المنتخب اللي لعبوا لاعبين جيدين هم أصلا، مع اختلاف بسيط انه حيرجع باص للجناح اليسار والباقي يعني احنا نعمل من اجل الفوز اكيد يعني. كابتن يعني من خلال مشوار التصفيات الفريق العراقي في تصاعد، ولكن اكو مشكله اهدار الفرص امام المرمى، هل عملتم على معالجه هذا الخلل؟ اهدار الاهداف هذه الفرص يعني تجينا بكثره، لكنه اللاعب ما يقدر يستغلها بطريقه سليمه. هذا ما يعني انه اللاعب سيء، انما ممكن الظروف اللي تكون الآنية في ذيك اللحظة اللي تخليه يضيع الأهداف. بكل حال من الأحوال احنا نتكلم مع اللاعبين وإن شاء الله نتعايش. المنتخب العراقي أصبح قريب من التأهل إن شاء الله، هل أعدتكم نظرة مستقبلية للمرحلة المقبلة من التصفيات؟ O Iraque está muito perto para classificar para a segunda fase. Você já tem um plano para a segunda fase? Não, primeiro até quero classificar, depois a gente pensa. لا لحد اللحظة لا ما عندنا أي خطة فيما بالوقت الحاضر اللي يهمنا هو الترشيح، يعني في نقطة واحدة نترشح وبعد ذلك إنه ممكن نخطط للمستقبل. Passo de cada vez. احنا حنشتغل باس باس يعني مو خطوة. نتمنى لكم التوفيق ونشكرك على هذا. Sorte para vocês. Obrigado. Thank you very much.